بشأن تزوير الانتخابات المقبلة. ووصف شفيق هذه الادعاءات بتزوير نتائج الانتخابات بأنها تبرير مسبق لفشل مروجيها وقفز على الشرعية التي يبنيها المصريون الآن وفق أسس القانون، موضحا أن تكرار الحديث عن احتمالات التزوير هي محاولة لتفجير أزمة سياسية للرئيس المقبل ونوع من الترهيب للمصريين لكي يختاروا من تريدهم تلك الأطراف. ولمعرفة المزيد من تطورات الأوضاع المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مراسلنا أحمد مصطفى. أهلا بك أحمد. يعني أحمد، هل هناك رد فعل من قبل المجلس العسكري تجاه تحميل حركة الإخوان له بالمسؤولية عن الأحداث التي وقعت في العباسية ونتائجها؟ بالفعل كان هناك مؤتمرا صحفيا المجلس العسكري نفى فيه كل ما تردد عن انه هو المسؤول عن احداث العباسيه، وانه يحاول ان يتخذ ما يحدث في العباسيه ذريعه له حتى ينقض على السلطه وحتى يكون يعني هو المتولي على زمام الامور في المرحله القادمه، كما يعني ويحدث انقلاب عسكري على الثوره المصريه. المجلس العسكري من جانبه نفى ذلك تماما وقال ان المجلس ملتزم بتسليم السلطه في الموعد الذي حدده، وربما هم يدرسون تسليم السلطه في نهايه الشهر الحالي اذا فاز احد المرشحين في الانتخابات الرئاسيه من الجوله الاولى. كان هناك نفي قاطع جدا من قبل المجلس العسكري، غير ان عدد من القوى السياسيه بالاضافه الى جماعه الاخوان قد حملت المجلس العسكري مسؤوليه في ضد التباطؤ الذي راوه في يعني ابعاد البلطجيه الذين اعتدوا على المتظاهرين في ميدان التحرير السلميين، او حتى من تم الاعتداء من قبل المجلس العسكري ومن قبل الجيش المصري على عدد كبير جدا من الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال من قبل الجيش. نعم. طيب أحمد، يعني في ظل تباين المواقف والآراء بين مختلف الكتل السياسية والمجلس العسكري، كيف يرى المراقبون مستقبل الأوضاع في ظل سيطرة المجلس على مقاليد الحكم؟ يعني هناك ربما حالة من الاستياء وليست من التفاؤل في الشارع المصري وخصوصا في الأوساط السياسية من تصريحات المجلس العسكري، حيث هم يقولون بأن المجلس العسكري لا نية صادقة لديه بأن يسلم السلطة للمدنيين، وخصوصا أن هناك عدد من المرشحين من تم الذبح بهم في الانتخابات الرئاسية يحسبهم الشارع المصري والمواطن العادي والمحللون السياسيين والأوساط السياسية على أنهم تابعون للمجلس العسكري. هم يقولون بأن هناك محاولات التفاف على الثورة بطرق عدة وبطرق مختلفة حتى يظهر المجلس العسكري بصورة أخرى في السياسة المصرية، وحتى لا ينحى بعيدا عن السياسة المصرية بعد أن قضى فيها أكثر من 15 شهرا بعد رحيل المخلوع مبارك.